النهاردة هنعمل مع بعض أكلة من أكلات زمان جميلة جدا، كانت أمهاتنا بتعملها يا جماعة. هو طاجن الفريخ بالصلصة، حاجة كده من الآخر. أول حاجة معايا معلقتين زبدة أو معلقتين زيت، وهننزل عليهم ببصلاية مقطعاها مكعبات. هنشوح البصلاية لغاية ما تشوح معانا. كان معايا كوباية فريك نقعتها في مية سخنة لمدة ساعتين، وبعدين صفيتها ونزلت بيها. هقلبها شوية لغاية الفريك ما يتشوح معايا. والفريك اتحط قبل الطماطم لسبب عشان الفريك يبقى مفلفل معانا كده لما يجي يستوي. زي ما انت شايفة، بعد كده جبت طماطم معصورة نزلت بيها على الفريك بعد ما تشوح. هبدأ اقلبهم برضو مع الطماطم كده، الفريك مع الطماطم مع البصل لغاية ما يتقلبوا كويس معانا. بعد كده هننزل عليهم بقرن فلفل حامي مقطعاه كده، هيخلي الفريك سبايسي وحلو معانا. نبدأ نقلبه برضو كده. بعد كده هننزل بفلفل اسود، معلقة فلفل اسود ومعلقة بهار. وهننزل كمان معلقة شطيطة صغيرة اللي هي هريسة الشطة. هنسيبهم بقى لغاية ما يغلوا مع بعض ويستووا كده شوية، لغاية ما يتسبكوا زي ما انتم شايفين. بعد كده هينزل عليهم بكوباية شوربة. لو ما عندكيش شوربة مفيش مشكلة، حطي مية عادي. الفريك بالصلصه ده بيبقى تحفه زي ما انتم شايفينه. هو هنا كنت سبته على النار لغايه ما استوى، فاضل حاجه بسيطه جدا. جبت الطاجن معايا، هبدا انزل بيه كده بالفريك فيه زي ما انتم شايفين. بعدين هندخله الفرن تحت يقعد في الفرن ربع ساعه، وبعد كده يتحط تحت الشوايه ياخد وش ويطلع معانا. انا كنت سلقه دبابيس فراخ معانا فهحطها فيه، هتديها طعم حلو جدا. طبعا الفريك طعمه تحفة يا جماعة بالصلصة. انت لو ما حطيتيش فيه لحوم ولا اي حاجة هيبقى جميل جدا معانا. انا نزلت زي ما انتم شايفين هنا بباقي الفراخ كده في قلب الطاجن. هبدأ بقى انزل فيه بدبابيس الفراخ اللي انا سلقتها. هنحطها معاها، يعني كله هيدخل الفرن يا دوبك ربع ساعة فرن، وبعد كده نولع عليه الشواية ياخد وش ونطلعه. زي ما انتم شايفين انا برص دبابيس الفراخ كده فوق الوش. هنبدأ بقى ندخله يستوي شويه في الفرن، وبعدين نطلعه. هو بالصلصه كده بيبقى ايه، سايب شويه. انا بحبوش ماسك، هو بتاع زمان كده كان تحس ان هو مطبوخ، مش طاجن يتحط في الفرن يبقى ماسك نفسه. لا، احلى حاجه الصوص بتاعه ده. زي ما انتم شايفين بصوا شكله عامل ازاي، مفلفل وقمر كده. نبدا نغرفه بقى وبألف هنا.